السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى مشاهدين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ماما حوبة، فيديو جديد هنعمل مع بعض مربى التين بطريقة حلوة قوي وسهلة وسريعة ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، داخلين على المدارس. هتعوزوا بقى سندوتشات، حاجات كده، والموسم بقى موجود بتاع التين. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ونشوف معانا احنا عملنا المربى الجميل ازاي ومتماسكة بالقوام ده. يلا يا جماعة نشوف الفيديو. كده معايا، انا هنا معايا كيلو ونص تين، غسلته ونضفته وقطعته اتنين. عايزة تقطعيه اكتر براحتك، عايزة تسيبيه زي ما انا قطعته كده، هي كده حلو قوي. معايا هنا ايه؟ نص كيلو سكر. هو المفروض 600 جرام سكر على كيلو ونص. لكل كيلو تين بياخد نص كيلو. بس احنا طبعا يعني بنوفر في السكر شوية، وبرده عشان ما تبقاش مسكرة قوي. انت عايزاها مسكرة قوي حط لها 600 جرام. وسبتها ساعة لما نزلت ميتها خالص والسكر باش معايا. ولعت النار وهنحطها على النار معانا لغاية ما تغلي معانا، ونشوف بقى الخطوات هتمشي معانا ازاي. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، وربنا يبارك لكم في ولادكم يا رب ويصلح حالهم في الدراسة اللي داخلين الدراسة. اهم حاجة بقى اعملوا لايك للفيديو حلو، وكومنتوا وشيروه كده علشان نكبر بيكم يا احلى جمهورية في الدنيا، جمهورية مطبخ ماما حوبة. تمام كده. هنقلب لغاية ما تبدأ تستوي. هي كده غلت معايا، وطيت النار خالص عشان ما تغليش وتفور معانا على البوتاجاز وتبوظ الدنيا. لما غلت غلوتين 3 حطيت عصير ليمونة كبيرة. تمام كده. وهنقلب الريم ده يا جماعة، انا ما بشيلهوش في المرحلة دي خالص. ليه بقى؟ هي الفاكهة لسه ما استوتش، لازم تطلع ريم. شفتوا بقى لما بدأت تخش في السوا الريم بتاعها راح خالص. تمام. احنا عاملين كمية مش كبيرة قوي علشان تعملي وتجملي غيره وغيره وغيره. لما تبدأ تخش في السوا لو فيها شوية ريم، تمام، شيليه من عليها. لكن في اول المرحلة دي ما تشيليش الريم بتاعها خالص، عشان هي لسه ما استوتش الفاكهة ولازم تطلع ريم. هنا معانا ايه؟ زي ما انتم شايفينها رايقة وشفافة ولونها حلو، من غير اي حاجة هتطلع معاكم مربى ولا احلى ولا اجمل من كده. انا ما حطيتش اي منكهات خالص، مفيش الا السكر واستغنيت بريحة التين في المربى. حلوة قوي 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 يا جماعة، والله جربوها بالطريقة دي هتعجبكم. لو انتوا عايزينها بوريه بقى خدوها في الكب في المرحلة دي ضربتين، وبعدين حطها على البوتاجاز تغلي غلوتين كمان وخلاص. لكن انا عايزاها قطع زي ما انتوا شايفين كده، انا بحبها كده، تبقى في السندوتشات طعمها جميل. ماشي. خلاص كده هطفي عليها بقى ونعبيها في البرطمان بتاعنا ونشوف في الاخر شكلها ايه. بصوا يا حبايبي بقى، بعد ما بردت، يعني عبيتها في البرطمان السخنه، لكن بعد ما بردت ومسكت نفسها شويه، شوف القوام بتاعها عامل ازاي. تحفه جدا وسريعه وما خدتش وقت معايا، يعني ساعه على النار. بس كل شويه من شويه بنقلبها علشان ما تشطش معانا. واهم حاجه النار تكون واطيه. واعملوها بقى بالطريقه بتاعتي وقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. واشوف اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو تاني. وما تنسوش اللايكات يا حبايبي. مع السلامه.